بدل ما تربط سعادتك بالنتيجة، لو خسيت هبقى سعيد، لو لقيت حد أحبه هبقى سعيد، لو بقى معايا مبلغ معين هبقى سعيد. النظام بقى بيحررك من الشرطية دي. النظام بيحول انتباهك للرحلة، للعملية نفسها، إنك توصل في الآخر إنك هتحب الشعور إنك بتتحرك لقدام، هتستمتع بإنجازاتك الصغيرة. وفي الرحلة دي حط أهداف منطقية واستمتع بالعملية. قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. والله الواحد مبسوط قوي ان انا فيديوهاتي بدات تتشاف وان هي بدات توصل لاكبر عدد من الناس. يعني بجد ده شيء بسطني. احنا في فتره دلوقتي داخلين على امتحانات الميد ترم اللي هو حرفيا ما عادش غير يجي 3 او 4 اسابيع، وعارف ان الواحد ممكن يكون مراكم على نفسه كتير، وان انت دلوقتي ممكن تكون قاعد مخنوق وشايل الهم جامد، واللي هو انت مش عارف، يعني اللي هو في خنقه جواك كده وانت مش عارف ده من ايه. بس انا عايز اقول لك حاجه، وفي حاجه انا بقولها كل مره وهفضل اقولها وفي كل فيديو هقولها، وهي وليس الانسان الا ما سعى. انت دلوقتي عليك السعي وبس، النتيجة دي بتاعت ربنا، والله العظيم ما هي بتاعتك. ربنا كريم، ربنا أكرم مما أنت تتخيل. أنت بتتخيل مثلا وليكن الليفل ده، فالليفل ده مش ما يجيش حاجة في تدابير ربنا وانا عايزك اوعى تزعل ان انت مثلا ما ذاكرتش حلو النهارده، او ان انت مثلا بقالك يومين ثلاثه يعني الكيرف بتاعك نازل كده. بص انا هقول لك حاجه، الانسان الطبيعي ان انت الكيرف بتاعك وليكن انت بتذاكر تمام، الكيرف بتاعك بيفضل يزيد 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 ويمشي كده شويه، وفجاه تلاقي الكيرف ينزل تحت. يعني مثلا بتلاقي انك في يوم انت ما ذاكرتش حاجه خالص، ده طبيعي عادي والله، يعني ده مش حاجه انك تخليك تكتئب وتزعل والكلام من ده كله. بس في حاجه برضو انا عايز اقولها لك، وان هو حاول ما تفوتش يوم من غير على الاقل انك تبص في الورق، تبص في الكتاب. يعني دايما يقول لك قليل دائم يعني افضل من كثير متقطع. بمعنى اصح ان انا لو كل يوم نص محاضره الحمد لله، والله العظيم انت احسن من غيرك بكتير. انت لو جيت تبص لحالك وتبص لحال اللي حواليك فهتلاقي ان انت احسن من ناس كتير، فبالتالي انك تحمد ربنا وتقول الحمد لله. والله العظيم حرفيا 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 ان الواحد لما بيحمد ربنا على يعني على النعم اللي احنا فيها دي، انت كل حياتك نعم، انك قاعد اصلا سامعني حاليا نعم، انك شايفني دي نعمه، انك يعني في نعم موجوده عندك مش موجوده عند حد تاني. فبالتالي انت تحمد ربنا، قول يا رب الحمد لله. ذاكرت النهارده نص محاضره الحمد لله، ذاكرت ربع محاضره الحمد لله، تعبت وما ذاكرتش النهارده وحاسس ان الدنيا بتضيع عليك، قول الحمد لله. ده تدابير ربنا، فلازم ان احنا نحمد ربنا عليها ونفضل نسعى. احنا موجودين في الحياه دي علشان خاطر نسعى، مش علشان خاطر ان احنا ننام وننتخ، وان انا افتح دلوقتي اصلا انا مخنوق فاقعد افتح السوشيال ميديا واقعد اقلب في الفيس، وان انا افتح الواتس واقعد اكلم صحابي والكلام ده كله. لا، الحياه مش كده. وانا عارف دلوقتي والله العظيم انك ممكن تكون مخنوق وانك مش طايق نفسك حرفيا، بس انا عاوزك تعمل حاجه، انك تقوم دلوقتي تصلي ركعتين، تصلي ركعتين وتكلم ربنا وتقول له يا رب انا 1 2 3 انا مش عارف اذاكر، انا مخنوق، انا خايف معرفش ايه، وسامحني يا رب اذا انا كنت خايف من الحاجه اللي هتحصل دي، بس يا رب انا محتاج مساعدتك، ويا رب ويا رب وادعي وادعي وقول كل اللي نفسك فيه. هتقول لي يا يوسف ما ربنا عارف الكلام ده، انا مش محتاج ان انا اقول له ربنا تاني. هقول لك يا عم، يا عم قول لربنا، كلم ربنا واحكي له. انا كنت والله كنت اتفرجت على فيديو قبل كده كان بيقول ان انت مثلا وليكن ولله المثل الاعلى، بس انا يعني بديك مثال، ان انت مثلا لو انت عايز تحلق شعرك ورحت عند الحلاق وما قلتلوش انت عايز تحلق ايه، يعني اللي هو انت كده كده هتروح عند الحلاق حلو، وانت ما قلتلوش انت عاوز تحلق بالطريقه ان هي بالظبط، فجاه وقام حالق لك مثلا، قام حالق لك شعرك كله زيرو خلاص تمام، وهو شايف ان دي شكلها حلو عليه بس فانت بعد ما انت حلقت وجيت تبص له قال لا انت عملت كده ليه، انت بوظت لي شعري، انت ولله المثل الاعلى. لان انا هقول لك مثال دلوقتي، فاللي هو ما انت ما قلتلوش، انت ما قلتلوش انت عاوز ايه، اطلب. يعني انت لما مثلا انت لو طلبت من ربنا يا رب انا نفسي في كذا كذا، والله العظيم ربنا هيستجيب دعائك.
ما ينفعش انك مثلا تصلي من غير ما تدعي وتقول يلا هسيبها كده. مفيش حاجه اسمها هسيبها كده، انت لازم تدعي، لازم تدعي وتقول كل اللي نفسك فيه. انا عاوزك حاليا ودلوقتي تقوم تصلي ركعتين وتدعي ربنا بكل اللي نفسك فيه، وتخلص الركعتين تقوم تقعد على مكتبك او تقعد على المكان اللي انت بتذاكر فيه. واتمنى انك ما تذاكرش على السرير، الا بقى لو انت متعود وبتكون فايق وانت بتذاكر على السرير فتمام قشطه يعني. عاوزك دلوقتي تقعد تقرا وردك في القران، نص صفحه وليكن. بعد كده تبدا مذاكرتك. وقبل ما تبدا مذاكرتك طبعا دعاء المذاكرة: اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. وتبدأ مذاكرتك وتسيبها لله. حرفيا هتلاقي ربنا فتحها عليك، وهتلاقي إن أنت قلبك انشرح للمذاكرة. وحرفيا بص، أنت قبل ما تبدأ مذاكرة، وحرفيا قبل ما تبدأ مذاكرة أصلا بتلاقي إن أنت مخنوق، إنك مش قادر إنك تاخد الخطوة أو مش قادر إنك تبدأ في المذاكرة. لكن اول ما بتبدا واول ما بتاخد الخطوه كده تمسك القلم كده وتبدا تجاري القلم في الورقه، بتلاقي ان الوقت بدا يعدي معاك والدنيا بدات تبقى كويسه معاك. بس انا عايزك طول ما انت بتذاكر ما تمسكش التليفون، وليكن خصص وليكن ساعه مذاكره. الساعه دي تفضل تذاكر فيها، ما تقومش منها على الورق، ما تبصش في التليفون تقول هشوف بس الساعه، ما تبصش على الساعه كام. انت تقعد تذاكر الساعه لحد ما التليفون يرن ان انا عندي الساعه دي خلصت. فاللي هو والله العظيم ربنا كريم. وانا عندي مذاكره حاليا اصلا، يعني عندي هم ما يتلم حرفيا. وكل مره في كل فيديو برضه بقول ان انا عندي هم يتلم، اصل الهم ما بيخلصش يعني المذاكره مش بتخلص يعني. شوف كده، عندي حاليا محاضره بيتي تروما في الشولدر، يعني محتاجه ان هي تتذاكر، وسيكشن محتاج يتذاكر برضه. والمقوله الجميله دي اللي هو استحي ان احزن وامري بيد الله. فاللي هو مهما تفكر ومهما تجيبها يمين وشمال، هتلاقي ان حرفيا تدابير ربنا غير تفكيرنا. وان الواحد اصلا حرفيا اللي هو الواحد كده يعني ازعل ليه وانا يعني امر كله في ايد ربنا، اللي هو لا 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 لا, لا. فاللي هو ما ينفعش. فاللي هو يا صديقي لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا والله مع الصابرين. فأنا عايزك تكون صابر كده، وإنك تبدأ مذاكرتك وتسيبها لله. والله العظيم ربنا هيكرمك آخر كرم. تخيل كده لما تبقى إنسان ناجح وطبعا وتبقى فخور بنفسك. لو أنت في مجال طبي فاللي هو المريض يدعي لك ويقولك ربنا يكرمك ويوفقك يا رب، واللي هو يبقى مبسوط وطالع يعني حرفيا طالع اللي هو مبسوط كده، اللي هو انا بقيت كويس. انا كنت حاسس بوجع ومحدش حاسس بوجع. فاللي هو تبقى لحظه كده اللي هو انا كل المذاكره وكل التعب اللي انا عديت بيه ده، فاللي هو ده جاب فايده فعلا. او لو انت مثلا في كليه هندسيه، فاللي هو انت تعمل تصميم هندسي كده، انت ذاكرت واجتهدت، ولما جيت تعمل تصميم هندسي مثلا فبقيت انك يعني اجمد حد يعمل تصميم هندسي، فالناس تقول ما شاء الله، وتلاقي الناس بتطلبك والناس يعني حرفيا انت ما تبصش تحت رجلينا، ما تبصش ان انا عندي المذاكره دلوقتي صعبه والمذاكره وحشه وي، لا انت تبص لقدام. نهايه المطاف انت هتوصل لايه؟ فانا نهايه المطاف لا، ده انا هبقى في مكانه تانية خالص خالص خالص، وكلها ارزاق ربنا طبعا، بس انت هتبقى في مكان تاني خالص. فما تستخسرش في نفسك المكانه دي، وعلشان توصل لها كده وربنا يكرمك اخر كرم. فانا طولت عليكم جدا، فانا دلوقتي هقعد بقى ان انا اذاكر وكده. سلام. كل سنه طبعا بتيجي ايام الامتحانات، تلاقي نفسك اتزنقت، تقعد تعيط، تقعد تقول يا رب وتصرخ، يجيلك توتر، ما تعرفيش تنامي من كتر التوتر والقلق، تقولي والله ما عامله كده السنه الجايه من اول السنه خلاص هبقى همحط في الكتب محط. تيجي السنه الجايه نفس السنه اللي قبلها، دي كارثه يا جماعه. على فكره هذا الموضوع لا يدعو للضحك في اي مكان في العالم. احنا بنضحك والشيطان قاعد يضحك علينا. يعني ايه؟ يبقى اذا لو انا جيت اقول لك دلوقتي عهد ربنا ان السنه الجايه هتتغير، هعمل ايه؟ هتبقى انسان مرتب في وقتك، هتعمل ورد يومي للمذاكره 3 ساعات على الاقل، من اول يوم في السنه يبقى كتاب الامتحانات جنبك، هتعمل يومين في الاسبوع هتطبق فيهم 48 ساعه بدون موبايل ولا بدون اي حاجه،
انت وصاحبك الواقع اللي راضيبك وانت راضيبه قافلين على نفسكم في حته قاعدين تذاكروا 24 ساعه لمده يومين، والخمس ايام الباقيين عندك 3 4 ساعات بتذاكر، وباقي اليوم يا عم اعمل فيه اللي انت عايزه. وعندك كمان حلو جدا، ممكن اقول لك الكلام الجميل ده، ابقى قابلني ان شاء الله، ابقى قابلني اللي ما اعرفش، بس ابقى قابلني، لان كل سنه بنقرر نتغير ولا نتغير. يبقى الحل انك تتغير الوقت، الحل انك تتغيري الوقت، الحل ان الانسان المنظم اللي انت عايز تبقى الوقت. يا ابني مش القضيه ان انا انجح الوقت، القضيه ان انا انجح في حياتي، القضيه ان انا ابقى انسان ناجح في حياتي. انت لسه قدامك 1000 امتحان اصعب من الامتحان اللي انت داخله ده. هنقعد بقى نعمل عمليه ترقيع في مستقبلنا، ان معلش طب اعدي دي واشوف، طب بس اعدي من دي، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات. مش عايزين نعمل ده يا جماعه. اتغير من الوقت، خلي اللي انت ناوي تعمله السنه الجايه في نظام نومك وصحيانك اعمله الوقت، في نظام مذاكرتك اعمله الوقت.